بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض نص بعنوان آيات العلم. أولا تعالوا نتعرف على الشاعر اللي كتب النص ده. الشاعر اللي كتب النص ده هو الشاعر الهراوي. ده شاعر مصري معاصر يعني في العصر الحديث. اتولد في الزقازيق واشتغل في نظارة المعارف ودار الكتب المصرية، ولقب بشاعر الأطفال. عاش في عصر الشاعر الكبير أحمد شوقي والشاعر الكبير حافظ إبراهيم، وتوفي سنة 1939. تعالوا مع بعض نشوف النص. ربوا بنيكم، علموهم، هذبوا فتياتكم، فالعلم خير قوام، والعلم مال المعدمين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطام، وأخو الجهالة في الحياة كأنه ساع إلى حرب بغير حسام، والجهل يخفض أمة ويذلها، والعلم يرفعها أجل مقام. انظر إلى الأقوام كيف سمت بهم تلك العلوم إلى المحل السامي، من راكب متن الرياح كأنه ملك يصرف أمرها بزمام، أو محدث بالكهرباء عجائبا، أو غائص بالفلك أو عوام، أو مرسل وحي الهواء ومنطق ثم الجماد بأحرف وكلام. هذا هو العلم الحديث فأقبلوا زمرا عليه يا بني الأهرام. ده النص قريناه مع بعض. تعالوا بينا نتعرف على اللغويات. ربوا يعني نشئوا، بنيكم يعني أولادكم ومفردها ابن، هذبوا يعني علموهم الأخلاق الحميدة، فتياتكم يعني بناتكم والمفرد فتاة، المعدمين يعني الفقراء ومضادها الأثرياء مفردها معدم، قوام يعني عماد ونظام وأساس، أخو الجهالة مقصود بها هنا الجاهل، حطام اللي هو متاع الدنيا أو الحياة، ساع يعني ذاهب ومقدم وعكسها محجم، حسام ده اسم من أسماء السيف معناها السيف القاطع، يخفض يعني يذل وينقص القدر وعكسها يرفع، أمة يعني جماعة من الناس والجمع أمم، يذلها يعني يحقرها والعكس يعزها، أجل يعني أعظم وعكسها أحقر، مقام يعني مكان ومحل والجمع مقامات، انظر يعني تأمل، سمت يعني ارتفعت وارتقت وعكسها خفضت، المحل السامي يعني المكان الرفيع العالية، راكب يعني مسافر والجمع ركاب، متن يعني ظهر والجمع متون، يصرف يعني يدبر أمرها يعني شأنها وحالها والجمع أمور، زمام الزمام ده هو الخيط أو الحبل اللي بيشد بيه المقود أو الجمل والجمع أزمة، محدث يعني مخترع أو مبتدع أو مبتكر وعكسها مقلد ومحاكي، غائص الغائص هو من ينزل تحت الماء والجمع غواصون، الفلك معناها السفن، عوام يعني سباح ماهر، مرسل يعني باعث وعكسها مستقبل، وحي يعني إلهام وإشارة، منطق يعني جعلها تتحدث أي أنطقها، أقبلوا يعني أسرعوا وعكسها ابعدوا، زمرا يعني جماعات وعكسها فرادى ومفردها زمرة. تعالوا مع بعض نشوف شرح النص. الشاعر بينادي على أهل مصر وبيدعوهم إن هم يحسنوا تربية وتعليم أبنائهم، فبيقول ربوا أبناءكم وبناتكم وعلموهم مكارم الأخلاق وعلموهم العلم النافع الذي يرفعهم إلى أعلى منزلة. إن العلم كنز ثمين للمتعلم حتى ولو كان فقيرا ولم يأخذ من الدنيا غير العلم. الشاعر بيدعونا إن احنا نشوف حال الجاهل اللي بيعيش في الدنيا، فبيقول انظر إلى الجاهل الذي يعيش في الدنيا كأنه محارب دخل إلى الحرب بغير سلاح. فطبعا تخيلوا انتوا معايا محارب دخل حرب بدون سلاح، هيكون ايه جزاؤه؟ والشاعر بعد كده بيحذر من الجهل لانه خطر على الامة، فبيقول ان الجهل بيدمر نهضة الامم، والشاعر بيدعونا ان احنا نتمسك بالعلم اللي بيرفع الامم الى اعلى منزلة. بعد كده الشاعر بيذكرنا بالامم المتقدمة اللي اهتمت بالعلم فوصلت الى اعلى مكانة بين الامم. فمن الامم دي اللي اخترعت الطائرة وطار بها في الهواء، ومنهم من اخترع الكهرباء التي أضاءت البيوت والشوارع والمدن، وآخر اخترع السفن التي يغوص بها في أعماق البحار. كمان الأمم دي اخترعت
أجهزة الاتصال زي التلغراف والتليفون، ده قديما طبعا الشاعر كان بيتكلم في زمنه. دلوقتي احنا عندنا زي ما احنا شايفين في الصورة، معظمكم عارفين أدوات الاتصال الحديثة. فالشاعر بيتكلم في زمنه على الأمم اللي اخترعت التلغراف والتليفون اللي جعلت الجماد ينطق كأنه إنسان، وبيدعونا الشاعر إن احنا نطلب العلم ونقبل عليه جماعات، يعني مجموعات، لأن العلم ده هو اللي عمل كل الاختراعات دي. لو جينا لمظاهر الجمال في النص وهي كثيرة ووافرة، تعالوا نشوفها ونستعرضها مع بعض. ربوا وعلموهم وهذبوا، دي كلها أساليب أمر الغرض منها الحث والنصح والإرشاد. بنيكم وفتياتكم، دول بينهم تضاد بيوضح المعنى ويبرزه. العلم خير قوام، ده تعليل للي قبله، لأنه قال ربوا أبناءكم وعلموهم وهذبوهم وقوموهم بالعلم. فهنا جملة العلم خير قوام دي تعليل لما قبلها، وفيها تصوير جميل للعلم كأنه عمود أو أساس بيبنى عليه التقدم. العلم مال المعدمين، ده تصوير جميل، شبه العلم كأنه مال للفقراء، وده بيوحي بأهمية العلم. مال والمعدمين، المعدمين قلنا يعني الفقراء، ومال طبعا عكس كلمة المعدمين. هنا في تضاد بيوضح المعنى ويبرزه. أخو الجهالة، ده تصوير للجاهل كأنه أخ للجهل، وده كان تعبير دارج عند العرب، وده تعبير بيوحي بحقارة الجاهل، حقارة وضعه يعني. أخو الجهالة كأنه ساع، ده تشبيه جميل للجاهل اللي ما بيمتلكش علم، زيه في الحياة زي المحارب اللي بيخش الحرب بدون سلاح. كلمة حرب جت نكرة للتهويل. الجهل يخفض أمة، ده تصوير جميل للجهل كأنه إنسان بيهدم الأمم وبيدمرها. العلم يرفعها، ده تصوير جميل للعلم كأنه إنسان يرفع الأمة لأعلى مكان. ما بين الجهل والعلم طبعا تضاد يقوي المعنى ويبرزه. الجهل يخفض والعلم يرفع، احنا عرفنا قبل كده من دراستنا ان لما يكونوا كلمتين عكس بعض يبقى تضاد، لما يكونوا جملتين عكس بعض تبقى مقابلة، والمقابلة سر جمالها زي التضاد بالظبط، بتبين المعنى وبتقويه وتوضحه. كلمة أمة جت نكرة للعموم والشمول، يعني مقصود بيها أي أمة. يخفض ويذل، بينهم ترادف، ده بيقوي المعنى ويوضحه. انظر إلى الأقوام، ده أسلوب أمر للنصح والإرشاد. كيف سمت بهم، ده أسلوب استفهام، بس مش مطلوب هنا من الاستفهام إجابة السؤال، لا ده استفهام غرضه التعجب. سمت بهم تلك العلوم، ده تصوير جميل للعلوم كأنها أشخاص بترفع من شأن العلماء والمتعلمين. كلمة العلوم جت معرفة للتعظيم. راكب متن الرياح، ده تصوير جميل للرياح كأنها مركب يركبه الإنسان. يصرف أمرها بزمام، ده تعبير جميل بيدل على تحكم الطيار في الطائرة، وتصوير جميل للطائرة كأنها جواد له زمام يتحكم به الفارس. حرف العطف أو، ده حرف عطف بيدل على تعدد المعجزات والاختراعات العجيبة للعلم. محدث بالكهرباء عجائب، هنا ده تعبير جميل بيدل على القدرات الغريبة للكهرباء. عجائب، الكلمة دي جت كلمة جمع عشان تدل على كثرة غرائب الكهرباء. غائص بالفلك أو عوام، ده تعبير جميل بيشير فيه الشاعر إلى الغواصة وقدرتها على الغوص تحت الماء. مرسل وحي الهواء، ده تصوير جميل للهواء بأنه زي ما يكون رسول بيحمل الكلام من شخص لآخر. منطق ثم الجماد، ده تصوير جميل للجماد كأنه إنسان أصم رجعت له القدرة تاني على الكلام، ده كله بفضل العلم. هذا هو العلم، ده تعبير جميل بيدل على أثر العلم في حياة الناس. هذا اسم إشارة، طبعا جه هنا للتعظيم لأنه جه مع العلم. فأقبلوا، ده أسلوب أمر غرض النصح والإرشاد. يا بني الأهرام، ده أسلوب نداء الغرض منه التنبيه، وتصوير جميل للأهرام بآباء لأهل مصر. كده نكون انتهينا بفضل الله من شرح النص، شرح لغوياته ومظاهر الجمال اللي فيه. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.